ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده معانا فكره ان شاء الله تعجبكم، بسيطه جدا وان شاء الله تقدروا تنفذوها بكل سهوله. هنستخدم فيها النتيجه دي النتيجه اللي هي نتيجه المكتب. لو مش موجوده عندكم تقدروا تستخدموا اي كرتونه ناشفه شويه وتعملوها شكل 7 وتبداوا تشتغلوا عليها زي ما انا هشتغل معاكم دلوقتي. دي الورقه بتاعت النتيجه. بعد ما خلاص شلتها من السلك والأوراق التانية دي، أنا هاخد الورقة الناشفة فيهم. هبدأ ألزق الجزء اللي تحت اللي كان عنده الفتحات بتاعة السلك دي زي ما انتوا شايفين كده، وأحاول أثبت الجزء اللي فوق ده بأي حاجة، سواء خافض لسان أو كرتونة أو أي حاجة قبل ما أقصه. أنا مش حابة أقصه دلوقتي، إنما أنا أصلا مش محتاجاله، هشيله بعد كده. عشان كده أنا لازقاه بأي حاجة وخلاص. بعد ما لزقته بقى ثابت معايا كده، هجيب كده خيش التخين ده خيش تقريبا مقاسه 8. هبدأ ألزقه علشان في ناس كتير بتسألني ده رقم كام، فده رقم 8. هبدأ ألزقه كده على الكرتونة اللي معايا كده من أول فوق خالص، يعني من أول السبعة بتاعتنا دي من فوق خالص، وعندي الجزئين الفاضيين دول بعديهم زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ ألزق على الجزء اللي فيه كرتون. بعمل كده لحد ما هخلصها، بس واحدة بواحدة، وبشد الخيط كده شوية بشوية علشان الخيط ما يكونش يعني طري معايا من الجوانب اللي هي فاضية دي. لازم تكونوا شادين الخيش كويس، بس ما تحاولوش تشدوه جامد علشان ما تقفلوش السبعة دي معاكم لو انتوا مش هتستخدموا نفس الحاجة بتاعتي دي او مش هتقدروا تثبتوها، علشان تقدروا تعملوا الشكل بكل سهولة. اهو زي ما انتوا شايفين ماشيين بنفس الخطوات لحد ما نكملها، ولحد ما اوريكم النقطة بتاعة النهاية نقدر نعملها ازاي، لان الجزء ده مهم جدا جدا في الفكرة بتاعتنا، التقفيل بتاعها. اهتموا بالتقفيل جدا علشان الشغل اللي في بيتكم، الديكورات اللي تبقى عندكم تبقى ما تفرقش اي حاجة عن الجاهزة. شايفين الجزء اللي تحت بدأنا نقفله ازاي؟ احنا مش عايزين الكرتونة تبان معانا خالص، فلازم نهتم بالتقفيلة بتاعتها. هنا قفلناها ودارينا الجزء اللي هو بداية الخيط. بقت عندنا بالشكل ده مثلثة كده، شكلها أمور قوي. هبدأ بقى أقص خلاص الجزء اللي فوق اللي أنا قلت لكم أنا مش محتاجاله، أنا بس كنت سايباه ومثبتاه علشان أقدر أوصل لشكل المثلث اللي انتوا شفتوه ده. فنبدأ من المقص من هنا شوية ومن الجنب التاني شوية لحد ما نشيلها خالص. بعد ما شلناها بقت عندي بالشكل ده. هجيب كده بقى أنا الجزء اللي أنا قصيته من فوق ده، احنا مش هنرميه. هبدأ أقص منه مثلثين والزقهم في الأجناب اللي كان فيها الخيط بس كانت فاضية. نلزقها ونثبتها كويس، هتقوي معانا الشكل وهتبقى حلوة جدا. اهي بقت عندي بالشكل ده. هبدأ بقى ألزق تعليقة ليها. فجبت كده نفس نوع الخيش اللي أنا استخدمته، قصيت جزء كده وببدأ ألزقه. أنا هنا بس كنت بقلل السمك بتاعه، وبعد ما ثبته هبدأ أثبته لفوق كمان زي ما انتوا شايفين. صدقوني فكرة بسيطة جدا جدا. هبدأ أثبته لفوق كده، وما تقلقوش على الجزء اللي باين من الخيش ده. اهو ثبتها زي ما انتوا شايفين. عندي بقى انا قطعة الستان دي، انا بصراحة كنت حابة اعمل لون تاني خالص بس ما كانش متوفر عندي غير البني ده، فهبدأ ألزقه كده داير ما يدور عليها نفس الجزء اللي انا كنت لازقة عنده الخيش من الجناب عشان يتدارى خالص. وعملت منه برضو نفس الفيونكة دي، وهلزقها في النص كده. وطريقة الفيونكة طبعا سهلة قوي، فقلت اختصر لكم الفيديو، ما مش لازم ان انا اعملها في الفيديو يعني. وهلزق اي ستراس موجود عندي كده علشان يديني شكل حلو. اهي بقت عندي بالشكل ده. جبت الفلين بقى ومليتها من جوه زي ما انتوا شايفين كده. ودي قطعة ورقة وقطعة من ورق الكرافت. ورق الكرافت استخدمته معاكم كتير قبل كده. هلزقهم مع بعض وهبدأ اقص زيادات الجزء ده على قد المربع اللي فوق.
هلزق بقى ورق الكرافت فوق الفلين ده علشان ما يبانش بقى الهرجله بتاعه الفلين دي، شايفين مش مظبوط ابدا. وضفت ليه الهيش من فوق بالشكل ده. كنت برضو حابة ان انا اعمل ورود مختلفة منها ابيض واخضر، بس ما كانش متوفر عندي. استخدمت المتوفر عندي وطلع عندي بالشكل القمر ده. شايفين جميلة جدا وما تتصوروش ان احنا عاملينها بورقة. اتمنى الفكرة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تسيبوا لي كومنت حلو منكم تقولوا لي رأيكم في الديكور بتاعنا النهاردة، وطبعا لايك. بحبكم قوي، توحشوني الفيديو الجاي.